السلام عليكم. بُص، أنا النهارده أنا كتبت script بس يعتبر مش script، حاجات بسيطة كده، رؤوس أ رو اسمها إيه، رؤوس أقلام، ما علينا. أنا النهارده جاي أتكلم بصراحة، بصراحة جدًا يعني. أنا في الفيديوهات اللي فاتت كنت باحاول أجمّع معلومات عن تطوير الذات، باحاول أجمّع معلومات عن تنظيم الوقت، باحاول أجمّع معلومات عن كل حاجة تفيد البني آدم يعني، وباحاول إن أنا ألخّصها في فيديو، ولكن الحاجة بقى اللي كانت مضايقاني أنا في نفسيتي بقى وكده هي إن أنا ما باعملش بيها، أنا حرفيًا باقول معلومات عشان أفيدك، بس أنا مش باعمل بيها، فالموضوع ده كان مضايقني جدًا يعني، فقررت إن أنا لأ، أنا هابدأ في تطوير نفسي، وبرضه هاشارك ده معاكم، فأنا بابُص في الscript عشان أقول، عشان أنا مش عايز أقصقص يعني حاجة في الفيديو، فأنا قررت إن أنا أطوّر نفسي، تمام؟ طيب إيه بقى اللي أنا هاعمله إن شاء الله يعني إن شاء الله، إن شاء الله كلّه بإذن الله عمومًا يعني. بس ده إيه اللي أنا قررت إن أنا أعمله بإذن الله، هي أول حاجة إن أنا قررت إن أنا أصحى بدري، أنا باحاول أصحى بدري عامةً كده، كده كل يوم، بس في أيام بتفوّت، قررت إن أنا إن شاء الله هاحاول إن أنا أصحى بدري، اللي هي هيبقى مثلًا قبل الفجر بربع ساعة مثلًا، وهاحاول إن أنا أنام بدري، اللي هو بعد العشا بربع ساعة برضه. أنا جرّبت الموضوع دوّة الأسبوع اللي فات أو اللي قبليه، وكنت الموضوع كان حلو جدًا واليوم بيبقى طويل جدًا، يعني اليوم بيبقى طويل جدًا وفي وقت إنّك تعمل كل حاجة، بس أنا ما كنتش باستغل الوقت يعني، كنت باقعد ألعب بصراحة، باقعد ألعب LOL. ما علينا لو حد عنده اللعبة دي يمسحها لإن هي إدمان حرفيًا يعني. دي أول حاجة هاعملها إن أنا إن شاء الله هاصحى بدري وأنام بدري. طيب تاني حاجة بقى إيه، هي الصلاة في وقتها، يعني بإذن الله ربنا يقدّرني وإن أنا أصلّي في وقت الصلاة، وهاحاول إن أنا أنظّم جدول يومي على مواعيد الصلاة، يعني مثلًا أنا عندي كتابة script مثلًا، فأنا هاقول مثلًا أنا هابدأ كتابة الscript من بعد الفجر، يعني هاصلي الفجر وأبدأ كتابة script عن فيديو كذا مثلًا، أذاكر حاجة، أقرأ حاجة، أعمل أي حاجة، هاحاول إن أنا هتبقى مثلًا بعد المغرب، قبل المغرب، بعد الفجر، بعد العشا، قبل العشا، بعد الضهر، العصر، وهكذا، إن شاء الله ده هيحصل. والحاجة التالتة إن أنا هاروح الgym إن شاء الله. لازم أروح gym لإن أنا عجوز، أنا راجل كبير وحاسس إن أنا خلاص يعني جسمي بدأ يتقل، ضهري مش شايلني، ركبي مش شايلاني فحاسس إن أنا فعليًا الحركة صعبة جدًا بالنسبة لي، فلازم أروح أتمرّن عشان خاطر لازم جسمي يرجع ينشط تاني. أنا بادوّر على gym والله بيفتح الصبح بس مش لاقي، كل الجيمات اللي عندنا في المنطقة هنا بتفتح الساعة 12:00 وأنا شغلي بيبقى الساعة 14:00 فمش هالحق إن أنا أروح الgym وأرجع بعد كده آآ إن أنا وأرجع أروح الشغل، فالموضوع هيبقى صعب جدًا، وبرضه مش عايز أروح الشغل مش عايز أروح الgym بعد الشغل، لإني بابقى مُنهك خالص، خلاص أنا طاقتي راحت، فخلاص باروّح أكسّل، فاللي هو صعب. جرّبت قبل كده بصراحة ما ضبطش معايا يعني. تالت بقى حاجة وهي يعتبر من أهم الحاجات طبعًا بعد الصلاة، هي القراءة. أنا ما كنتش باقرأ أو ما كنتش باحب القراءة عمومًا، أنا كنت باسمع، يعني ممكن أجيب ملخص كتاب على مثلًا أخضر أو أي برنامج وأقعد أسمع ملخص الكتاب، كنت باستمتع بيه بس ما كنتش باركّز يعني في المعلومات، المعلومات بتخش من هنا تطلع من هنا، في بعض المعلومات بتثبت بس هي بتبقى إيه، يعني مثلًا كنت ممكن أسمع وأنا شغال فقشطة حاجة عدِّت ما بارجعلهاش. فقررت إن أنا أجيب كُتب، وجِبت 3 كُتب، جِبت كتاب اسمه نادي ال5 صباحًا، نادي ال5 صباحًا لا مؤاخذة، الكاتب اسمه روبن شارما، يا رب أكون بانطق اسمه صح، ده اللي بدأت بيه، قريت فيه حوالي 23 صفحة، فإن شاء الله برضه هاحاول إن أنا أخلّصه الأسبوع ده، الأسبوع اللي هو اللي إحنا هنبدأ فيه من بُكرة ده. وجِبت كتاب اسمه مُحاط بالحمقى توماس إريكسون، وجِبت كتاب اسمه ممتلئ بالفراغ لدكتور عماد رشاد عثمان،
جِبت ال3 دُولة، وأنا أصلًا كنت نازل أجيب كتاب اسمه العادات الذرية، أو كتاب العادات ال7 للناس الأكثر فاعلية أظن اسمه كده، بس ما لقيتش ولا ده ولا ده، فطلبتهم، يعني خلّيت بتاع المكتبة يجيبهم لي، وجِبت دُولة مؤقتًا كده إيه لحد ما الباقيين ييجوا، بس برضه هاخلّص دول الأول بعد كده أخش في الاتنين التانيين. دي كانت رابع حاجة. خامس حاجة هي القهوة. طبعًا هتصحى من النوم، تصلّي، تضبّط حالك، كوباية قهوة على طول. نِفْسي أجيب الcoffee corner اللي هُم بيعملوه ده، نِفْسي أعمله إن شاء الله في المستقبل. بعد كده خلاص أنا قرأت، عملت قهوة، صلّيت، الدنيا تمام. أحاول بقى إن أنا أحُط وقتي أو أرتّب بقى يومي في مذاكرة مهارة معيّنة، أو إن أنا أصوّر فيديو معيّن، أو إن أنا أكتب script بفيديو معيّن، أو إن أنا أسرِّش على أفكار، أحاول أكتب أفكار كده يعني. أظن إن أنا كده هيبقى يومي الصبح خلص، وهابدأ إن أنا أروح الشغل. طيب أنا بقى إيه، شغّال إيه؟ أنا اسمي حسن عمومًا يعني، عندي 32 سَنة كمان. شغّال في سوبر ماركت، أو يعني شريك في سوبر ماركت. والحاجات اللي أنا نِفْسي أعملها في حياتي بقى، أنا إلى حدٍ ما يعتبر سِنّي كبير، بس أنا برضه لسه طموح يعني الحمد لله. الحاجات اللي أنا نِفْسي أوصل لها إن أنا أبقى يوتيوبر ناجح، مش مشهور، بس ناجح. آآ ولو في شهرة برضه تمام، بس تكون شهرة يعني لا تؤدي إلى الغرور، أتمنى يعني هذا. ونِفْسي أتعلّم حاجات كتير لسه ما حددتش أغلبها، أو لسه ما حددتش يعني كتير منها يعني. ونِفْسي أثقّف نَفْسي، إن أنا أكون مُلِم بحاجات، معلومات يعني. وطبعًا بعد ما كل ده أتمنى إن أنا أشارك الناس بالمعلومات ديّة وأفيدهم. ده يعني ده فعليًا أنا نِفْسي أوصل للمرحلة ديّة. آآ زي أحمد أبو زيد كده، إن شاء الله يعني، ربنا يقدّرنا ونوصل حتى الرُبع يعني. هو صحيح أنا كان نِفْسي أبدأ يوتيوب من زمان جدًا، يعني أنا كان نِفْسي أبدأ يوتيوب من 2014، حاجة زي كده، أو قبل كده كمان. بس كان في شوية معوقات أنا حطيتها لنفسي، يعني المعوقات ديّة أنا اللي حطيتها قدّامي، وقُلت لأ مش هينفع أبدأ من غيرها. هنتكلم بعدين في الموضوع ده في فيديو تاني خالص، عشان خاطر لو اتكلمنا في الموضوع ده ممكن ياخد وقت كبير، مثلًا بتاع 10 دقايق لوحده، وإحنا أصلًا داخلين في 8 دقايق، فكده الموضوع هيطوّل. آآ وحاجات تانية من اللي أنا قررت إن أنا أعملها، إن أنا أدوّن مش يومياتي، لإن أنا يعني لسه في البداية، فالموضوع إيه مش عايز آخده يعني خبط لزق كده، إن أنا لازم أبقى perfect في كل حاجة، لإن أنا لو عملت كده، لإن أنا عملت كده كتير قبل كده، فالمرّة دي مش عايزها يحصل تاني، لإن أنا لو عملت كده أنا عايز أبقى perfect في كل حاجة دلوقتي أو خلال الأسبوع ده، آآ مش هاعمل حاجة، هالاقي الموضوع صعب ومش هاعمل. فلأ، أنا حاطط إن أنا إن شاء الله هابدأ واحدة، واحدة. يعني أنا كده، كده مش لازم أنزل الgym من بُكرة، بس طبعًا الصلاة لازم، يعني لازم إن شاء الله هابدأ. أنا كده، كده الحمد لله باصلّي يعني، بس على ميعادها بقى وفي أوقاتها هاحاول ألاقيها إيه، من النهارده. الصحيان بدري برضه هاحاول من بُكرة. قراءة أنا كده، كده بدأت الحمد لله، بس برضه ربنا يعني يثبّتني على الموضوع ده. وإن أنا أدوّن التدوين ده إن شاء الله هاحاول يعني أدوّن الحاجات ملاحظات عن يومي، أكتبها كده وبس. وإن شاء الله خير ونبدأ الموضوع. والفيديوهات اللي أنا هاعملها بعد كده إن شاء الله هتكون حاجات أنا باعملها فعليًا، يعني مش مجرد معلومات أنا لقيتها وجمّعتها، أو سرِّشت عليها، مش لقيتها يعني، سرِّشت عليها عشان المعلومات مش بتتلاقى كده. أنا دوّرت عليها وجمّعتها وقُلتها لك وشكرًا السلام عليكم. لأ، إن شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتبقى حاجات أنا باعملها فعليًا، ولقيت منها نتيجة وهاقولها لك، وهاحاول إن شاء الله إن الموضوع يبقى لطيف ولذيذ وبس. السلام عليكم.